السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي المتقاعدين، خوتنا المتقاعدات الأوفياء. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نبدأ موضوعنا المهم اليوم راح نهضروا على واحد الموضوع راهو شاغل بال كل المتقاعدين: الزيادات الجديدة تاع معاشات شهر أكتوبر 2025. سواء كنت متقاعد مدني ولا عسكري ولا من الفئة الخاصة كما الأرامل ولا أبناء الشهداء ولا المجاهدين ولا حتى محاربي العشية السوداء وجنود الاستبقاء اللي خدموا أيام زمان الإرهاب. وقبل ما نبدي الفيديو نطلب منكم حاجة، وهي تدعموا القناة، تشتركوا فيها وتبارطاجوا الفيديو مع كامل المتقاعدين لتعرفوهم، لأن هذا الفيديو مهم جدا بالنسبة لكم. يعني مع الدخول الاجتماعي راح تكون باينة كاين زيادات في أكتوبر، وهذه الزيادات راح توصل لقيمة مليون سنتيم. يعني اللي يخص 2 ملايين قادر توصل لحد 3 ملايين، وهذه حاجة مهمة. ونبديو بأول حاجة: الحكومة هذه الأيام خرجت بتقرير جديد ورسمي، وأكدت بلي الزيادات اللي راح تدخل في أكتوبر رايحة تكون مزدوجة. يعني كاين تأمين سنوي المعتاد اللي كل عام يجي في أوت ولا سبتمبر، وزادوا الزيادة الاستثنائية اللي قررها رئيس الجمهورية على المجيد تبون خصيصا باش يعزز القدرة الشرائية للمتقاعدين. انتظروا برك بنبين لكم واش قال رئيس الجمهورية المجيد تبون بخصوص جميع المتقاعدين. وش معناها؟ معناها كل متقاعد راح يلمس فرق محسوس في معاشه ابتداء من الشهر الجاي. يعني تأمين راح يندمج مع الزيادة الاستثنائية بدون أي شك. أما التفاصيل والنسب المئوية، وحسب تصريحات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التأمين راح يدور بين 5 و10% حسب شطر المعاش. اللي عنده معاش صغير تحت 20 ألف دينار جزائري راح يستفاد من النسبة الأعلى، واللي عنده معاش متوسط أو كبير الزيادة تكون أقل شوية لكن تبقى معتبرة. أما الزيادة الاستثنائية فهي محددة بمبالغ مالية ثابتة. يعني أقل معاشات راح يطلع لها زيادات بين 3000 و5000 دينار جزائري، والمعاشات المتوسطة والعليا زياداتهم أقل شوية بصح كاينة، يعني بين 2000 ولا 3000 دينار جزائري. أما بالنسبة للفئات الخاصة مثل الأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين، مادي بالأرامل، الحكومة أكدت أن الزيادة تشملهم، يعني كما الناس كيف سواء كان معاش الأرملة مستقل أو ناتج عن زوجها المتوفي. أما بالنسبة لأبناء الشهداء هذه الفئة معروفة ديما عندها امتيازات خاصة، والزيادات راح تمسهم كامل بلا استثناء. أما بالنسبة للمجاهدين راهم داخلين في الزيادات زائد ملفات أخرى راهي قيد التسوية باش يعطوهم منحة إضافية. أما بالنسبة لمحاربي العشية السوداء وجنود الاستبقاء، الحكومة أكدت أنهم يتزاوج، والمدير الجديد لمنظمة التقاعد صرح بهذه الفئات راهي على طاولة الحكومة للتسوية النهائية. أما عن مدير منظمة التقاعد الجديد، في آخر تصريح لي قال بالحرف: أكتوبر 2025 راح يكون نقطة تحول في ملفات التقاعد بالجزائر، مش الزيادات العادية بل دمج التثمين مع الزيادات الاستثنائية وتسوية تدريجية للفئات الخاصة. وأكد بأن المنظمة راح تعطي تقارير فصلية باش كل متقاعد يكون على اطلاع بالقرارات الجديدة. أما بالنسبة لموعد الزيادات كما قلت لكم راح تبدأ ابتداء من معاشات أكتوبر 2025، يعني أول أكتوبر 2025. يعني كل المتقاعدين راح يلمسوها بالحسابات بإذن الله.